السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم تاكوس بالدجاج، كيجي لذيذ بزاف، كيجي غزال. كنحضرو هكا للغداء او للعشاء، اولا كنعطيه هكا للوليدات يدوه معاهم للمدرسة. كيجي رائع، ما تسخفش به. وحتى الوليدات راه ما كيردوا منه حتى طريف، راه كياكلوه تبارك الله كامل، كيحماقوا عليه. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات والطريقه ديال التحضير. وكنعتذر منكم بسبب الصوت ديالي ضربني البرد شويه. بالنسبه لهاد الطاكوس هذا فانا حضرته بالدجاج كما قلت لكم. خديت هنايا ستر ديال الدجاجه راه كبير، وغادي نقطعو طريفات صغار. انا عندي هنايا دجاج باقي كونجلي. صافي كنقطعوه هكا طريفات، من الاحسن قطعوه صغير باش دغيا يطيب. وإلا بغيتو تقطعوه طريفات مربعات هكايا يمكن لكم تقطعوه كيف، المهم كيف ما بغيتو. هنا خديت طريف ديال الزبده، وخديت درت راس ديال المعلقه ديال الملحه، وممكن ما ديروهاش لان غادي نديرو شحال من حاجه فيها الملحه. زدت هكا شويه ديال البزار. غادي نزيد معلقه صغيره ديال التحميره، ما تكونش عامره بزاف. المهم انا هنا راه كثرت شويه ديال التحميره، ديروا غير شويه. وراس ديال المعلقه ديال الحار، انا واخا هكاك هذا الحار هذا ما حارش بزاف. وغادي نزيد هنايا معلقه صغيره ما عامراش ديال سكينجبير. وغادي نزيد 2 معالق ديال الموطار. انا حقاش عندي هنايا كميه ديال السدر شويه كثيره، داكشي باش درت 2 معالق عامرين ديال صغارين عامرين. المهم الا كنتو غادي ديروا غير كميه قليله، ديروا غير معلقه صغيره. هنا عندي الثوم بودره، ممكن تعوضوه بواحد الفص ديال الثوم. هنايا درت لاصوص صوجا. صافي وغادي نحركو كلشي مزيان، وغادي نردوه فوق البوطه حتى يبدا يطيب لينا الدجاج. غادي يتقلى واحد شويه. هنا بعد ما تقلى ليا الدجاج مزيان، انا رزت عليه واحد نص كاس ديال الماء، ونقصت البوطه مزيان حتى يطيب ليا الدجاج ديالي على بوطه مهيله باش كيجي هكا فتي. صافي هنايا كما كتشوفوا الحشوه اولا الدجاج ديالي راه طاب مزيان ونشف، ما بقى فيه لا مال حتى شي حاجه. هنا خديت واحد الحفينه ديال الفرماج احمر، كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، ما بغاش ما يديرهاش. ممكن تعطي داك التعليكه للدجاج. هنا طفيت البوطه وزدت داك الحفينه ديال الفرماج وغادي نخلط. صافي هكا الحشوه ديالي هي كما كتشوفوا راه واجده. هنايا خديت البطاطا، خديت 3 ديال البطاطات. بالنسبه للطاكوس الحبات ديال الطاكوس انا درت 4 ديال الحبات ديال الطاكوس. خديت هنايا بطاطا 3 ديال البطاطات يكونوا كبار، وغادي نقطعهم. بالنسبه للبطاطا انا ما كنبغيهاش طويله على شكل فريت، كنقطعها مربعات بحال الشكل اللي غادي نديرو في الطورتيه. هي زوينه، كتجي هكا احسن من داك بطاطا طويله، دغيا كتقلى وكتجي زوينه. يعني من كتعضو طاكوس ما كيبقاش يجيكم يتبعكم داك الفريت هكاك طويل. صافي غادي نكمل التقطاع ديال البطاطا ديالي. غادي نغسلها ونخليها حتى تستقطر مزيان، وعاد غادي نقليها، ما غندير لا ملحه لا حتى شي حاجه. صافي خلاص راه عندنا الدجاج مالح فيه كاع العطريه ديالو. صافي خديت هنايا الخبز ديال الطاكوس، وهنايا خديت لاصوص الجيريان. ممكن تخلطوا بين تشيزي صوص ولاصوص الجيريان، كتجي رائعه. انا ما توفرت لياش داكشي باش اكتفيت غير بلاصوص الجيريان. المهم راه كيجي بنين الصراحه. غادي ندير هكايا فوق الخبز ديال الطاكوس. انا هنا استعملت داك الخبز الكبير لحقاش درت طاكوس كبير شويه. الا بغيتو ديروه الصغار راه متوفر. صافي غادي ندهنهم كاملين. وهنايا خديت الفرماج ديال الساندويتش، كنقطعها هكا على جوج، وكنبدا ندير الدجاج ديالي. هو الاول كندير اول حاجه الفرماج، موراها الدجاج، وعاد كندير الفريت او البطاطا اللي سبق لي قطعتها. هنا كما كتشوفوا راه داك الدجاج كيجي غزال، كيجي معلك مع داك الفرماج اللي درناه فيه. وممكن انكم ديروا غير داك الفرماج المثلث وتشحروه مع الدجاج في الاخر، راه كيعطي حتى واحد التعليكه زوينه، كيجي الدجاج مجموع ما كيبقاش هكاك مفرتت.
صافي انا هنايا كنكمل الدجاج ديالي في طاكوس اللي درت بربعه بيهم، وغادي نجيب الفريت غادي نديرهم من الفوق. صافي هنا جبت عاوتاني شويه ديال الفرماج حمر وغادي نديرو حتى هو من الفوق. المهم هذا الفرماج كيبقى اختياري، الفرماج ديال الساندويتش راه كيكون كافي. وغادي نزيد شويه ديال لاصوص الجيريان من الفوق. صافي وغادي نسد الطاكوس ديالي. بالنسبه للطاكوس انا هذه هي الطريقه باش كنسد بها الطاكوس ديالي بهذا الشكل هذا، راه موضح في الفيديو. طريقه سهله بزاف. من بعد ما غادي نساليهم كاملين انا غادي نديرهم في الاله ديال البانيني. ممكن انكم تسخنوا واحد المقله وتحمروهم فيها حتى هي كتجي زوينه بزاف، راه كتجي رائعه. يعني حتى الناس اللي ما عندهمش الاله ديال البانيني ممكن يديروه في المقله، راه كيتحمر بشكل زوين. تقلبوه غير مهم ردوا ليه البال دغيا دغيا كيتحمر. هذا الخبز هذا ديال الطاكوس راه دغيا كيتحمر. صافي انا غادي نكمل داك الطاكوس اللي عندي كاملين، وراني مسخنه الاله ديال البانيني غادي نبريسيهم فيها راه دغيا دغيا. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه كيجي هاد الطاكوس هذا رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. هكا راه غادي يعجبكم ويعجب الوليدات ديالكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. نتلاقاو في الفيديو المجيء ان شاء الله. السلام عليكم.